النهارده يوم جديد وروتين جديد من يوميات ست البيت. طبعا كل مره لاول مره يشوفني وما اشتركش في القناه طبعا يشرفني وينورني ويزيدني شرف وينورني في القناه كده ويكبرها ان شاء الله. وما تنسوش تفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو تشوفوه. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للمؤية. تعالوا نشوف غدانا ايه النهارده، سهل وبسيط. غدانا يعني النهارده بقى ايه؟ اللهم صل على النبي. يوم الجمعه، جمعه مباركه علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. اول مره يشوفني بقى ما تنسوش الاشتراك. وطبعا حابه ارحب بكل حبايب قلبي اللي داخله عندي جديد القناه. شرفتوني ونورتوني، ربنا يخليكم ليا يدومكم في حياتي نعم، اللهم امين. تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونذكر الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاه تنفك بها كرب وتنحل بها الوقت ان شاء الله. اول حاجه هنا معايا سمك اللي هو المكاريلا او السمك الروسي، مش عارفه والله بتقولوا عليه ايه. تمام، انا عملته معاكم كتير جدا على القناه قبل كده. عملناه في صينيه وعملناه مقلي وعملناه في الفرن، عملناه بطرق كتيره جدا. تمام، هنعمله النهارده برده بطريقه حلوه قوي. تمام، طبعا السمك بتاعي مغسول كويس جدا وبدقيق وملح وليمون. تمام كده. هنجيب هنا معايا كام قرن من الفلفل كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقى حابه تحط فلفل بارد، حابه تحط فلفل حامي كده. انتوا عارفين انا مش بحب الاكل يكون ايه مشطشط يعني او سبايس عشان ان عندي اطفال. تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ديت ايه الخلطه اللي هنعمل بيها السمك بتاعنا. وهنعمل رز بقى واحده واحده او رز احمر ده برضه بتسموه. تمام كده. وهنا طبعا مخزنه شبك في الفريزر بستفيد بيه، طبعا بينفعني جدا في الاكلات اللي هي السريعه دي. تمام، بتعملي بيه وبترجعيه تاني في الفريزر، ما تجراش لي اي حاجه خالص. تمام كده. وهناخد كمان معلقه توم من اللي مخزنينها في الفريزر. تمام، بسم الله. هناخد ايه معلقه توم كبيره كده، بسم الله. تعالوا بقى ايه نحط البهارات بتاعتنا ونشوف هنحط بهارات ايه. اول حاجه هنحط معلقه كمون حلوه كده، بسم الله. واحط رشه من الفلفل الاسود، بسم الله. واحط طبعا كزبره ناشفه برضو معلقه حلوه كده، بسم الله. وطبعا الملح مش هننساه، بسم الله. معلقه ملح برضو كبيره كده. بصي تتبيله جميله. وطبعا مش هننسى الليمون. عندي ايه كام ليمونه كده. تمام، هنقطعها واحطها بالقشر بتاعها. تمام كده. والكبه بقى ايه هتفرم له كل الكلام ده. يلا حبيب قلبي كده صلي على الحبيب المصطفى. وما تنسيش تحطي لاختك ام ايه لايك. تمام. تمام كده. هنفرم بقى ايه الخلطه الجميله بتاعتنا دي وهرجع لكم تاني. ما تنسوش تحطوا لي كده على جنب. هننزل بالخليط بتاعنا، بسم الله. طبعا عندك فلفل الوان، حطي فلفل الوان. اي حبه تحطي اي اضافات. حابه تقطعي كده ايه حبايه طماطم وحبايه بصل. بصل ايه بصل، ايوه معلش. تمام. بصي الخلطه بتاعت السمك دي المتوفر عندك اعمليه. تمام. بقى كده ايه نركنها على جنب دلوقتي. هننزل هنا ايه معلقه من الزيت، بسم الله. بسم الله. عايزه اقول لكم الخلطه جميله
ممكن تسيبيه في التتبيله ديت يعني من 10 دقايق لربع ساعه كده، بتبقى حلوه جدا. بس عشان انا بصراحه متاخره جدا في الغدا النهارده، فهنقليه مع بعض على طول وهنعمل الرز مع بعض. يلا حبايب قلبي كده ايه، ما تنسوش في اللايك والشير، شيروا الفيديو مع اخواتكم واصحابكم. تمام. وكل فيديو وكل مره هقول كل واحد وليه او كل واحده وليها طريقتها في الاكل. وطبعا الاكل ليه كذا طريقه، اهم حاجه تعملي الحاجه بايديكي. تمام. مش هياخد منك اي وقت خالص. مكتريش في الحشو بتاعك عشان ما يخرجش ايه برضه. السبب بتاعنا الخلطه دي هنحتاج لها طبعا، مش هنرميها، نركنها كده على جنب. هنسيب الخليط بتاعنا ده بالتتبيله على السمك لحد ما نعمل الرز بتاعنا. تمام. انا معايا هنا طبعا حله، ومعايا ايه ولا كده، ومعايا هنا طبق من الرز. هنعمل رز واحده بواحده عادي خالص. تمام. ومعايا هنا الرز مغسول كويس ومصفياه، معلقه كبيره كده ايه بنت ناس. تمام كده. وهنحط بقى برضو شويه من الزيت حلوين برضو كده. بسم الله. بسم الله. تمام كده. بسم الله. وايه، هنحمر الرز بتاعنا. هنزل بكميه الرز كلها اللي معايا. بسم الله. طبعا حابه الكميه اللي انت بتستخدميها استخدميها. تمام كده. وايدك بقى في الرز بتاعك كده لحد ما ياخد الحبايه اللي انت عاوزاها. تمام كده. هحمره وارجع لكم تاني. هنا حبايب قلبي خلاص حمرت الرز. طبعا كلكم شاطرين وبتعرفوا تحمروا الرز، تعملوه واحده واحده. تمام. ولو حابه تعمليه ببصلايه كده تحمروا بصلايه وتحمري شويه رز بيبقوا برده حلوين زي العسل، مش هقول لا. تمام كده. وندي بقى ايه تقليبه للرز كده عشان يتشرب من بعض كده في الزيت كده والسمنه بتاعتنا. تمام. هنزل بقى بالملح. طبعا انت عارفه الملح بتاعك. بسم الله. وانزل عليه بميه سخنه وهسيبه لما ايه يغلي، وبعد كده ههدي عليه النار. معلقه كده صغيره. نحط بقى ايه معلقه ايه بهارات كده ايه مشكله حلوه كده جميله، 7 بهارات. وكمان هحط كزبره. تمام. تمام كده بقى بايديكي. وهنقلب بقى ايه. لو حابه تضيفي معلقه من النشا ضيفيها. بسم الله. هنزل بقى بالسمك بتاعي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بقى الزيت سخن. تمام كده. بسم الله. يلا حبايب قلبي كده ما تنسوش تحطوا لي لايك كده للفيديو. حطوا اللايك كده اللي بتتخانق عليا كده باللايك وتتفرجي عليا. ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت حلو منك كده يشجعني او منك يشجعني.
الله تفصيل جميل، مفيش اي حاجه خالص. طبعا انا مهديه على النار عشان السمك بتاعي يستوي من جوه. انا مش عايزاه ياخد لون بس، لا انا عايزاه يبقى مستوي من جوه عشان يبقى ايه واخد لون من بره ومستوي من جوه. تمام كده.